السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن محمد شريف يا جماعة. محمد شريف حاليا بيلعب في فريق الخليج السعودي. طبعا محمد شريف لاعب سابق للنادي الأهلي ولاعب كويس جدا، يعني شريف المخيف يا جماعة، مش هنقدر ننكر حاجة شبه دي. بس دلوقتي هو اللاعب كان حاطط رغبة أولى بالأهلي لو الأهلي كان محتاجه. طب دلوقتي الاهلي اصلا ما تفاوضش مع محمد شريف اصلا، ولا طلب محمد شريف انه انضم ليه في الفتره القادمه. هو الراجل طلع اصلا في برنامج وقال يا جماعه انا رغبتي وهتبقى اولويتي والرغبه الاولى بتاعتي هو الاهلي لو احتاجني في اي وقت انا معاك. طب دلوقتي الاهلي مش محتاجه، تمام، والزمالك دخل معاه في تفاوض، فالراجل هيعمل ايه؟ هيروح الزمالك. ربنا يوفقه طبعا، مفيش اي مشكله. وانا اتمنى ان فرقه الزمالك اصلا تبقى فرقه كويسه يعني الزملكاويه اصلا يعني مش فاهم هو دماغهم موديهم فين ان هم يبقوا بيشجعوا بيراميدز. بيراميدز ده خد منك كل حاجه، ما خدش مني انا حاجه. بيراميدز اللي كان اصلا المفروض اصلا معمول عشان الاهلي، هو ما ضرش الاهلي في شيء، بالعكس هو ضرك انت في كل شيء. يعني هو بدل ما انت كنت موجود على الساحه اول وتاني كان بيبقى اهلي وزمالك، دلوقتي بقى اهلي وبيراميدز، دلوقتي بقى لقاء القمه بقى اهلي وبيراميدز. دلوقتي بيراميدز ده يعني في قبل نهائي كاس افريقيا اللي انت بقالك كام و20 سنه مش عارف تخشها دي. عشان بس الناس تفهم الموضوع مظبوط، هو بيراميدز مش جاي يدمر الاهلي، لا الاهلي مش هيتدمر، الاهلي زي ما هو ثابت في مكانه وبيروح افريقيا وبيلعب. القصه كلها ان هو كده بدا يدمر، يعني انت فرقتك بتفضى وكمان ما بقتش واقف على ارض صلبه، وبقى في فريق تاني قوي بينافس الاهلي، فانت كده هتتلاشى من على الساحه. يعني على فكره سنه مع سنه هتلاقي الجمهور بتاعك بدا يشجع بيراميدز. يعني لو الموضوع ده استمر مثلا 10 15 سنه كده قدام، مش هتلاقي في جمهور لنادي الزمالك بقى، خلاص هتلاقي بقى الاهلي وبيراميدز. هتلاقي بعد كده الاهلي وبيراميدز هم اللي موجود ليهم جمهور على ارض الساحه. زي فرق كتير كان ليها قاعده جماهيريه كبيره زمان، ودلوقتي ما تلاقيش حد بيشجعها. ترسانة زمان مثلا كان فريق قوي جدا، وكان في ناس، انا كنت يعني تعرف ناس كبار كبار في السن يعني، كانوا بيشجعوا الترسانة وهو ده فريقهم المفضل. دلوقتي هات لي شاب كده عنده 20 25 سنه بيشجع يعرف الترسانة اصلا، ما مش هتلاقي. ف يعني انت لو استمريت بالمنظر ده هتخش في الهويه دي. فانا اتمنى طبعا التوفيق لمحمد شريف، لعيب محترم، لعيب كويس، هيفيد الزمالك صفقه كويسه لو راح بدل الهلس اللي عنده دول. يعني معلش، يعني هو ناصر منسي كويس وكل حاجه، بس انا بحس ان هي ماشيه معاه بركه دعاء الوالدين الحقيقه. انا بالنسبه لي ناصر منسي ده ما يلعبش كوره، بس هو بيأدي، هو مجتهد وربنا بيكرمه عشان بيجتهد. لكن انا اعتمد عليه؟ ما اعتمدش عليه الحقيقه، ما اعتمدش عليه في فرقه درجه تانية. فانت محتاج لعيب كواليتي كويس. محمد شريف كواليتي كويس، وانا بحبه الحقيقه، لعيب كويس وياما فرح جمهور الاهلي. ان شاء الله ربنا يوفقه في الفتره اللي جايه، ما فيش اي مشكله خالص. واتمنى برضو الزمالك يفوق الفتره اللي جايه، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش بقى تعمل لايك، اشترك في القناه والقصه الكبيره اللي الناس بتقولها دي، بس عشان اخوك ربيع حبيبي. سلام.